هل في أغنية معينة حضرتك كنت تتخيلها إنها هتوصل وتحقق نجاح بشكل معين يعني، بس الأغنية دي حققت نجاح غير ما حضرتك كنت متوقع خالص؟ آه هي كانت في محطة خاصة جدا، وهي كان زي ما قلت لك كانت وجهة نظر خاصة برضه جدا، اللي هي ما بلاش نتكلم في الماضي. والأغنية دي كانت بتاعت محمد فؤاد واتوزعت، وكانت توزيع طارق مدكور، والمفروض محمد فؤاد يغنيها، وفجأة قال لك مش هغنيها. فبعد كده أنا خجلان إن أنا أعرضها على عمرو، ما هو عارف يعني. أغنية كانت مكتوبة لحد تاني وكانت جاهزة ومتلحنة. جاهزة ومتلحنة وكل حاجة وقبلك، والمفروض إن دي أغنية محمد فؤاد هيغنيها. فجأة لقيت محمد بيقول مش هغنيها، مش عايز أغنيها. فخلاص استسلمت للموضوع. وبعد كده لقيت عمرو بيكلمني، قال انت كنت عامل ايه لمحمد؟ قلت له عاملين ما بلاش نتكلم في الماضي، لحنها عامل ازاي، عامل كذا. حصل في تغيير في اللحن في الجمله اللي هي جمله الاستهلال في الاول، اللي هي ما بلاش نتكلم في الماضي ديت. وانا كنت حاطط ايدي على قلبي، كنت خايف لاول مره ابقى خايف لدرجه الرعب. العمل ده هينزل يعمل ايه؟ لأول مرة في حياتي تصل بيا درجة الخوف والرعب. أنا مش عارف إيه اللي ممكن يبقى رد الفعل. يعني قبل كده كنت ببقى واثق من نجاح، ثقتي في رب العالمين. هنا في الموقف ده بالذات على وجه الخصوص كنت خايف، لأن كان يسبقها ما تخافيش. فكانت محطة عالية جدا وصلنا فيها إلى نجاح غير عادي. بلاش نتكلم في الماضي كنت حاطط إيدي على قلبي. النجاح اللي اتحقق انا ما تخيلتوش في حياتي، اكبر بكتير جدا من خيالي. عارف المثل يقول لك اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه، او بالظبط كده. ما بلاش نتكلم في الماضي. احنا استخدمنا يعني المنتهى الاقليميه، اللي انت عارف منتهى الاقليميه المحليه في الوصول للعالميه. ان انت زي الاغنيه الهندي، الاغنيه الهندي لما تسمعها على طول ادي هندي. فاحنا عملنا في ما بلاش نتكلم في الماضي الساكس والاكورديون والناي والجو يعني عارف اللي هو، ومع تصوير فيديو حلو.